في احداث كتير قوي بتحصل اليومين دول. ما فيش حد يعرف يتكلم في اي حاجه، ولا حد يعرف يتكلم في كوره، ولا حد يعرف يتكلم في مطوشه جنب الاحداث اللي بتحصل مع ناس. يعني بيبعدوا عنك كيلومترات. ناس بتتقتل وناس بتموت وبتاع. هتقول لي محمد صلاح ما اتكلمش، فلان ما اتكلمش. اللي بيتكلم دي حاجات بيسجلها التاريخ يا جدعان. لو اي واحد هيطلع يتكلم يحلل مطوشه، انا عن نفسي كنت بحلل مطوشه. انا من ساعه ما حصلت الاحداث دي وما حللتش ولا مباراه، رغم ان في احداث كتير قوي، بس ما ينفعش. ما ينفعش عشان يبقى انت كده ما عندكش دم. لما الناس بتموت جنبك واطفال بتموت وبتاع، وانت تطلع تقول مدرب الاهلي عمل ولا مدرب الزمالك عمل ولا بتاع. كل ده اصلا، يعني انا اصلا من الناس المقتنعه ان الكره دي حاجه للتسليه. مفيش لاعب كره ينفع تقول لي عليه اسطوره ولا فخر كذا، ولا وبانت بقى اهي. اللي انت بتتكلم عليه فخر ده طالع يقول لك انا على الحياد. الاتنين دمهم ما ينفعش. لا يا حبيبي، في مواقف ما ينفعش تبقى فيها على الحياد. وبعدين انت تعالى هنا، انت لغايه من قبل ما تطلع من المقاولين لغايه ما رحت فيورنتينا الايطالي ده، كنت شغال بقى وانت اللي بتبيع للناس القضيه ديت، وان انت ضد الكيان دوت. حتى لما رحت لعبتهم كنت بتتنرفز عليهم وبتسلم عليهم وانت قافل ايدك. انت اللي كنت بتبيع للناس الموضوع ده، بتبيع لهم القضيه دي ان انت مهتم بيها. بعد كده دلوقتي من اول ما رحت ليفربول وانت مواقفك كلها اي حاجه شبه القصه ديت انت مالكش علاقه بيها، ما تتكلمش بيها. عشان ايه بقى يا باشا؟ عشان ملاك ليفربول يهود، وعشان انت عيل مش عايز اغلط فيك. يا جدعان، مصر مش محمد صلاح. مصر فيها رجاله كتير قوي احسن منه مليون مره. في عايز تتكلم في الكوره، عندك ابو تريكه، عندك محمد النني، وبيلعب نفس الدوري بتاعك ولا توقف ولا حصل له اي حاجه. رياض محرز، لعيبه كتير اتكلمت في الموضوع ولا حد توقف. تقول لي عشان ما توقفش؟ كذاب، ما حدش توقف ولا حد اتاذى. انت بترضي الاداره بتاعت النادي بتاعك على حساب بقى دينك، بقى على حساب انتمائك والوطن العربي كله، دي حاجه تانية. فانت الى مزبله التاريخ زي ما بيقولوا، ما بتفرقش. كده كده اتكلمت ما اتكلمتش، انت كده كده عيل تافه بالنسبه لنا او بالنسبه لاي واحد. انت عيل تافه. والحمد لله ان الناس بدات تفهم اللي انا بقوله من زمان، ان لاعب الكوره اصلا لا يتعدى كونه واحد بيجري ورا بتاع ملاش اي لازمه. لا هو رايه بيفرق، ولا هو شخصيه، ولا هو اصلا حد يعني ينفع تقول لي قدوه وفخر وكلام فاضي ده. تمام تمام، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله ينصرهم والنصر بتاعهم قريب. انا عن نفسي قصه تحليل المطوشه ديت، انا الايام دي مش هينفع خالص الواحد يتكلم على تحليل المطوشه. انا ممكن اكلمكم على كمال اجسام، على رياضه ينفع الانسان يحس ان هو بيتكلم فيها حاجه مش تافهه. فاهم انت ازاي؟ او حاجه حتى لو مش تافهه، حاجه للتسليه. ما ينفعش نتكلم في التسليه مثلا موقف زي الممثل اسمه محمد سلام ده، ما رضيش يروح مهرجان الرياض ده ولا اللي هم عاملينه دوت، لسبب ان شايف ان اللي بيحصل جنبه ده ما ينفعش يروح يرقص وناس بتموت. فاهم انت ازاي؟ اصلا يعني بتوع الرياض اصلا المفروض كانوا ياجلوه. يعني اجل المؤتمر، يعني انت مش هتموت، ده مش حاجه مهمه يعني، ده كلام فاضي. لا، ازاي نعمله ونرقص ونجيب اجانب ونجيب ناس والناس جنبك ما فيش. يعني لو طلعت من فوق سطح بيتكم في السعوديه تشوف بتوع غزه هم بيتضربوا وبيتقتلوا وكلام من دوت، وانت مصمم برضه تعمله. لان انت مش هيئه كذا، انت هيئه التفاهه. انت هيئه اللي هو ايه، ضرب الحائط باي حاجه. ادوك فلوس قالوا لك روح استهبل. فانا بحييه من هنا محمد سلام دوت. مواقف ما بتتنسيش. فاهم ازاي؟ محمد رمضان ما كناش نتوقع انه يتكلم ولا يقول اطلع اضرب ولا اعمل. بيتكلم رغم ان انا ضده في كل حاجه هو بيعملها، بس قال كلمه خير، قال كلمه كويسه. فاهم انت ازاي؟ غير ناس تانية كتير شايفين ان الاتنين دمهم واحد. لا يا حبيبي، مش الاتنين واحد. زي ما بيسالوك قبل كده على الخمره تقول لهم لا انا ما بحبهاش. في مواقف يا حبيبي مش اسمها حاجه ما بحبهاش، اسمها حرام. في فرق كبير. يعني ايه ما بحبهاش؟ انت راجل مسلم، المفروض كلامك بتتكلم بناء على خلفيتك اللي هم بيسالوك عنها. تقول ما بحبهاش ايه؟ مفيش حاجه اسمها ما بحبهاش. في حاجه اسمها حرام وحلال. في حاجه اسمها لا ده بتوع غزه دول شهداء وكده. الصهيوني ده محتل، ده يتقتل عادي، وحتى حلال انه يتقتل لان هو محتل، هو معتدي. ده راجل بيدافع عن نفسه، التاني بياخد حقه. عموما ربنا ان شاء الله ينصرهم قريبا. وسلام.